في 30 من يوليو عام 2026 دخل مئات المهاجرين من المغرب إلى الجيب الإسباني في سبتة في شمال أفريقيا، بينما كان آخرون في الطريق. لهذا السبب أرسلت مدريد الجيش لضمان الأمن وسط حالة طوارئ إنسانية أودت بحياة عدة أشخاص ممن حاولوا الوصول سباحة. خلال الأسبوع الماضي تجاوز عدد الواصلين 2000 مهاجر. الحرس المدني منتشر على الحدود الجنوبية لوقف تدفق الدخول، لكنهم يؤكدون أن المساعدة سطحية ولا تنجح في احتواء الضغط. هذا أكبر تدفق للأشخاص إلى سبتة منذ مايو 2021، عندما دخل أكثر من 10,000 مهاجر إلى المدينة المستقلة من المغرب في يومين فقط. تعريف ما حدث يوم أمس بأنه هجوم وانتهاك لسلامة الأراضي الإسبانية. سبتة مدينة إسبانية. في يوم الخميس 30 من يوليو عام 2026 حاول المغرب غزو إسبانيا. نعم، تماما كما تسمعون، أو على الأقل كان يختبر القيام بذلك. ما ترونه هو مئات بل آلاف من المغاربة أو المهاجرين من شمال أفريقيا يقفزون السياج ليتسللوا إلى المدينة الإسبانية سبتة، جميعهم في وقت واحد. وانتبهوا، يبدو أنهم يريدون فعل الشيء نفسه في ميليليا. أنا لا أبالغ أبدا، إنها غزو. بعض وسائل الإعلام تقول إن عشرات الآلاف من المغاربة دخلوا في 10 أيام فقط إلى سبتة، وسبتة مدينة يبلغ عدد سكانها 80,000 نسمة. تحديث: قبل ساعات قليلة من نشر هذا الفيديو توقفت موجة المهاجرين بشكل أساسي لأن سكان سبتة أنفسهم طردوهم. أساساً دخل هؤلاء المغاربة إلى إسبانيا لأنهم اعتقدوا أنهم سيستقبلون بأذرع مفتوحة. لماذا اعتقدوا ذلك؟ سأشرحه لكم لاحقاً، لكن الأمر لم يكن كذلك. لذلك في اللحظة التي ننشر فيها هذا الفيديو فإن المغاربة أنفسهم الذين دخلوا سبتة يغادرون. ومع ذلك فإن بقية التحليل لا يزال في غاية الأهمية. الحكومة الإسبانية تقف مع مدينة سبتة، ونحن نتحمل الحالة العاطفية ووضع القلق. إدانات بلا تحفظات، هجوم وانتهاك لسلامة الأراضي الإسبانية. بالنسبة لأولئك الذين يشاهدون هذا الفيديو من خارج إسبانيا، سبتة مدينة إسبانية تقع في شمال أفريقيا، تحديدا هنا كما ترون على الخريطة. سبتة مدينة تقع على الجانب الأفريقي من مضيق جبل طارق، أي أنها جيب ذو أهمية جيوسياسية حاسمة، لأنه من هنا يتحكم في كل المرور إلى البحر المتوسط دخولا وخروجا. وإسبانيا لديها مدينتان في شمال أفريقيا، سبتة ومليليا. وإذا كان أحدكم يتساءل، لا، ليستا مستعمرتين، هما مدينتان إسبانيتان تماما مثل مالقا أو مدريد. من يعيشون هنا يدفعون ضرائبهم ويصوتون في الانتخابات ويشتمون الحكومة. وبالطبع سبتة ومليليا كانتا مدينتين إسبانيتين قبل أن يوجد المغرب أصلا، ومع ذلك ولسبب ما يريد المغرب غزوهما منذ عقود. لماذا؟ بسبب القومية لا أكثر. كما ترون هذه المحاولة الأخيرة فشلت بالنسبة للمغرب، لكن لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأنهم لن يحاولوا مرة أخرى. ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار. إسبانيا في خطر الغزو من قبل المغرب. وستقولون حسناً، لكن من سيهاجم بلداً عضواً في حلف شمال الأطلسي؟ هنا المشكلة، لأن لا سبتة ولا ميليليا جزء من الناتو. لماذا؟ قبل عام قدمت لكم فيديو يروي القصة، سأعطيكم المزيد من التفاصيل لاحقاً، لكن باختصار هما ليستا في الناتو. لذلك لعقود كانوا يمارسون كل الضغوط الممكنة لمحاولة غزوهما، والآن أرسلوا المهاجرين. هل هم جميعا مغاربة؟ ربما تسلل بعضهم ممن ليسوا كذلك، لكن يبدو أنهم كذلك. فكروا أن المغرب بلد عبور لكثير من المهاجرين من الساحل الذين يذهبون من هناك إلى أوروبا. لذلك حرفيا كان المغرب يرسل أعدادا كبيرة من الأشخاص إلى إسبانيا دون أن تتمكن الشرطة من فعل أي شيء لمنع ذلك. والذين كانوا يدخلون كانوا يفعلون ذلك بطريقة فرنان توريس في نهائي كأس العالم. كان المغاربة مظاهرة من آلاف الأشخاص يدخلون مبللين ومنتصرين كما لو كانوا يحتفلون بكأس العالم.
يتعانقون، يطلبون ملابس نظيفة لتجفيف الهاتف، يصرخون فرحا: تحيا إسبانيا! يصرخون ويرمون الشباشب في الهواء. فكروا بهذا الشكل: المغرب بلد فقير، فقير وغير متكافئ، لذلك لا يحتاج الأمر إلى الكثير لإقناع المغاربة بالذهاب للعيش في إسبانيا. لكي تفهموا حجم الكارثة، الأمر كما لو أنه في بوغوطة أو ليما دخل مئات الآلاف من الأشخاص بين عشية وضحاها في حرب عالمية زد. إنها غزو من أشخاص غير مسلحين، لكنها تنهار المدينة. لذلك تتوسل ستة إلى بيدرو سانشيز رئيس الحكومة أن يتصرف ويتولى السيطرة. أولاً، إعلان حالة الطوارئ الوطنية بموجب ما هو منصوص عليه في قوانين الأمن القومي. ثانياً، تعزيز قوات وأجهزة أمن الدولة ونشر الجيش لضمان حرمة الحدود والأمن المدني. ثالثاً، إغلاق الحدود المذكورة. الأحزاب السياسية في سبتة جميعها دون استثناء تتوسل إلى الحكومة أن تعلن حالة الطوارئ الوطنية وتتولى القيادة الموحدة للأزمة، خاصة وأننا نتحدث عن محاولة غزو حقيقية بكل معنى الكلمة. أذكركم أن سبتة مدينة صغيرة، لذلك ببساطة ليس لديها الموارد ولا الجنود الكافيون لمواجهة ما يأتي إليها، ومن الواضح أننا نتحدث عن حالة طوارئ وطنية. ومع ذلك ولسبب ما، في الساعات الأولى من الغزو تجنبت الحكومة الإسبانية إرسال الجيش. كان ينقص فقط أن يظهر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ليقول: حسناً، إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة فاطلبوها. في النهاية دخلوا في رشدهم وأرسلوا الجيش وأغلقوا الحدود مع المغرب كما كان يجب أن يحدث، لأن هذا ليس أزمة هجرة، هذا يبدو بكل وضوح عملاً منسقاً من النظام المغربي ضد إسبانيا، أي عمل من أعمال الحرب الهجينة. وانتبهوا، هذا ليس جديداً، هذا تماماً ما حدث قبل 5 سنوات. الوضع متوتر للغاية. نحن الآن عند حدود طرخال. هناك انتشار واسع من الحرس المدني والعسكريين. على الجانب الآخر يرمون الحجارة ويحاولون الدخول. هذا الانتشار هدفه الوحيد منع تكرار الحلقة التي عاشتها سبتة. والأسوأ من ذلك، هذا تماماً ما حدث قبل 50 عاماً. هل سمعتم يوماً عن المسيرة الخضراء؟ هكذا فقدت إسبانيا الصحراء الغربية على يد المغرب. وأنا أعرف ما يسأله كثيرون منكم: لكن لماذا يحدث هذا الآن تحديداً؟ لا، لم يحدث صدفة، حدث لأن المغرب يتحدى إسبانيا، لكنه حدث أيضاً لأنهم لا يروق لهم أن إسبانيا تعقد صفقات مع عدوها التاريخي الجزائر، ويريدون أساساً إثبات من هو السيد. إسبانيا ترى الجزائر ليس فقط كبلد جار، بل كشريك استراتيجي، وفوق كل شيء كبلد صديق. تذكروا أن الجزائر قوة في الغاز الطبيعي، ومن المنطقي أن تبيع الغاز الطبيعي لإسبانيا التي في النهاية هي البلد المجاور. إذن التسلسل الزمني كالتالي: أولاً، أنقذت إسبانيا علاقاتها مع الجزائر بعد أن أفسدتها بالاعتراف بالصحراء كمغربية لسبب ما لإرضاء محمد السادس. ثانياً، سعت مدريد لشراء المزيد من الغاز الجزائري عبر خط ميدغاز. ثالثاً، سافر سانشيز إلى الجزائر قبل الذهاب مباشرة إلى الولايات المتحدة لنهائي كأس العالم. ورابعاً، بعد أيام قليلة فقط من تلك الزيارة بدأ المغرب غزو قطعة من إسبانيا. ولكي تروا نوع الناس الموجودين على الجانب الآخر، حتى أنهم يكذبون عليهم ليلقوا بأنفسهم في البحر بهدوء. حرفياً أخبروهم أن في إسبانيا ينتظرونهم ببطاط مطاطية. الحرس المدني أبلغ أن الصحافة المغربية تنشر أنهم يوفرون عوامات للسباحين. هل سمعتم جيداً؟ الصحافة المغربية تنشر أخباراً كاذبة لسكانها ليهرعوا نحو إسبانيا. والأسوأ من كل شيء أن الأمر يتفاقم، لأن هذا حدث من قبل. المغرب أثبت أنه عدو لإسبانيا، لكن إذا كنا نعرف كل هذا فيجب أن تكون الحكومة أول من يستعد. لماذا لا يزال ليس لديها خطة لهذه الحالات؟ هذا بالضبط ما تعيبه المعارضة عليها. وماذا تريدون أن أقول لكم؟ في هذه الحالة بكل حق في العالم لا يمكن للحكومة أن تنظر إلى الجانب الآخر، يجب أن تعترف بالطوارئ.
هل من الممكن أن تنتهي إسبانيا بالسماح للمغرب بغزو أراضيها؟ انظروا، حتى أنا أجد صعوبة في قول هذا، لكن هذه الإمكانية موجودة. لا أقول إنها ستحدث، وآمل ألا تحدث، لكن للأسف الإمكانية موجودة. ما نراه شيء لم أفكر أبدا أنني سأعيشه. لذلك في فيديو اليوم سأجيب على 3 أسئلة. أولا، لماذا يختار المغرب هذا التوقيت تحديدا لغزو جزء من إسبانيا؟ ثانيا، لماذا كل هذا فشل ذريع للدبلوماسية الإسبانية؟ ثالثا، ماذا يفكر بقية أوروبا بينما يقتطع منها إحدى مدينتيها في القارة الأفريقية؟ اليوم سنجيب على هذه الأسئلة. لفهم ما يحدث في سبتة وأيضا في مليليا يجب العودة 50 عاما، ويستحق الأمر لأن السيناريو هو نفسه حرفيا، فقط مع تغيير الخريطة. في 16 من أكتوبر عام 1975 أجابت محكمة العدل الدولية في لاهاي على سؤال المليون: لمن تعود الصحراء الغربية؟ تذكروا أننا كنا في ذروة عصر إنهاء الاستعمار، وأن الصحراء الغربية كانت إحدى المستعمرات القليلة التي كانت لإسبانيا في أفريقيا. حسناً، من يقول إنها كانت للمغرب؟ حسناً، المغرب كان يقول إن هذا الإقليم ملكه فقط نعم، لأنه قريب منا. وماذا قالت محكمة لاهاي؟ قالت بوضوح أنه لا توجد أي روابط سيادة إقليمية بين هذا الإقليم ومملكة المغرب. الروابط التاريخية المزعومة التي ادعتها الرباط لم تكن كافية لتجاوز حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. فماذا تعتقدون أن ملك المغرب فعل، الذي كان آنذاك السيد الحسن الثاني؟ في الليلة نفسها توجه إلى شعبه ليبلغهم بالحكم بطريقته، أي أنه قال إنه حان وقت استعادة الصحراء، مع أن محكمة لاهاي قالت بوضوح أنه لم تكن هناك روابط سيادة بين الصحراء والمغرب. الملك الحسن الثاني فسر ذلك عكس ذلك تماما. بعبارة أخرى، كذب على شعبه ومسح الحكم بقدمه. وستقولون: لكن كيف سيستعيد الصحراء؟ الطريق القانوني فشل، والعسكري لم يكن يبدو الخيار الأفضل. المغرب حاول ذلك مسبقا في عام 1957 في حرب إفني والصحراء. أساسا سلحوا مجموعة عصابات لمهاجمة الجنود الإسبان الذين يدافعون عن الإقليم. هكذا لم يدخلوا في مواجهة مباشرة، شيء مشابه لما فعله رجال بوتين الخضر الصغار في القرم، لكن في شمال أفريقيا. ومع ذلك سحقت هذه العصابات من قبل القوات الإسبانية بدعم الفرنسيين، الذين في هذه الحالة تصرفوا كحلفاء جيدين. لذلك احتاج المغرب إلى خطة جديدة. ما هي؟ استخدام الدروع البشرية، تماما كما تسمعون. في 6 من نوفمبر عام 1975 عبر 350 ألف مغربي حدود الصحراء الإسبانية، وهم يلوحون بنسخ من القرآن ذات أغلفة خضراء. ومنذ ذلك الحين عرف هذا الحدث بالمسيرة الخضراء. بعبارة أخرى، خطة ملك المغرب كانت إرسال مواطنيه العزل ضد جيش بلد آخر لغزو إقليم قالت محكمة العدل الدولية إنه ليس له. خطة مثالية بلا ثغرات. وهذا لم يكن مظاهرة عفوية أبدا. جندوهم من أفقر قرى البلاد ونقلوهم إلى هناك بالقطارات والحافلات والشاحنات، بالطبع مدفوعة من النظام. كانت هناك نساء وعائلات بأكملها، وخلفهم على مسافة آمنة كان يسير 20,000 جندي مغربي. لأن هذه كانت الحيلة. إسبانيا كان لديها في الصحراء جيش متفوق بكثير على المغربي، وكان بإمكانها إيقاف ذلك في 20 دقيقة. المشكلة كما يمكنكم أن تتخيلوا أن لا أحد في عقله السليم سيطلق النار على مدنيين عزل. لا أحد، على الأقل في إسبانيا، حيث ما زال لدينا تلك الإنسانية. أعني ربما لو حدث ذلك في روسيا لكانت القصة مختلفة تماما. 4 أيام قبل ذلك كان وزير الخارجية الإسباني آنذاك بيدرو كورتينا قد حذر هنري كيسنجر من أن بين المتظاهرين أو المسيرين
كان يسافر 25 ألف عسكري مغربي بأسلحة مخفية. عبارته الدقيقة كانت: إنه حصان طروادة. وماذا قالت واشنطن؟ قالت إن الأمر يبدو جيدا أن يأخذ المغرب الصحراء. في النهاية المغرب حليف تاريخي للولايات المتحدة. أذكركم أنه كان أول بلد يعترف بالولايات المتحدة كدولة ذات سيادة، ومنذ ذلك الحين هما حليفان. فماذا فعلت إسبانيا؟ الجنود الإسبان وصلوا إلى زرع الحدود ب60 ألف لغم لكشف وإيقاف المسيرة، واستعدوا في الواقع لمواجهة محتملة، لكن بعد ذلك تلقوا الأمر بسحبها كلها. أساساً حان وقت العودة إلى الوطن. في 10:33 من صباح ذلك اليوم قطع أول المسيرين الأسلاك وقفزوا نقطة الحدود في طاغ. في اليوم نفسه تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يطالب المغرب بالانسحاب الفوري لجميع المشاركين. تجاهلت الرباط القرار، ولم يعد المجلس ينطق بكلمة عن الصحراء لمدة 13 عاماً. بعبارة أخرى، نجحت خطة المغرب. كانت عملاً جباناً. جبان؟ نعم، وكلمة جبان قليلة عليه، لكنهم نجحوا في غزو إقليم أكمله بشكل غير قانوني دون إطلاق رصاصة واحدة، رغم أن ذلك ينطبق على المسيرة، لأن ما جاء بعدها كان شيئاً آخر. انتبهوا لما حدث في 2 فبراير عام 1976. في ذلك اليوم كانت مجموعة من الرعاة الصحراويين تبحث عن ماء للماشية في بئر قرب غالة. لم يهربوا مع بقية السكان لأن لديهم حيوانات يجب رعايتها، لكن الجنود المغاربة اعتقلوهم هناك. بينهم كان شاب في 13 اسمه أبا علي. كان الوحيد الذي نجا واستطاع أن يروي ما رآه. حوالي 8 مساء وصل عسكري في سيارة جيب وطلب أحد الرعاة وسأله سؤالا واحدا فقط: أين جبهة البوليساريو؟ أي أين المجموعة العسكرية الصحراوية التي تريد بلدها الخاص ولا تريد أن تكون جزءا من المغرب؟ قتلوه أمام عينيه، ثم قتلوا الآخرين ودفنوهم نصف دفن في الرمال، وهناك بقوا 37 عاما حتى عثر راع رحل على الرفات. في عام 2013 قام فريق طب شرعي من جامعة بلاد الباسك وجمعية علوم أرنثادي بنبشهم وتحديد هوياتهم بالحمض النووي. كانوا 8 و2 منهم أطفال. بجانب أحد الجثث ظهرت 68 قطعة نقدية، تحديدا 689 بيزيتا. البيزيتا كانت العملة التي كانت لدينا في إسبانيا قبل اليورو، وكان لديهم أيضا بطاقة هوية إسبانية. كثيرون حتى اليوم في الصحراء ما زالوا يتحدثون الإسبانية، لأن الصحراء لم تكن مجرد مستعمرة، بل وصلت إلى وضع مقاطعة. لكن هذا لم يكن الأسوأ على الإطلاق، لأنه بعد 6 أيام قصفت الطائرات المغربية مخيما في أدرايا، حيث تجمع بين 3000 و4000 شخص كانوا يهربون نحو الجزائر، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، لأن الرجال كانوا على بعد 70 كيلومترا في جبهة القتال. ولم يكن الهجوم عرضيا، كان هناك مستشفى ميداني مميز بالهلال الأحمر، النسخة الإسلامية من الصليب الأحمر. في الواقع التقارير الشرعية تقول إن الجيش المغربي استخدم، انتبهوا، أسلحة حارقة ونابالم وحتى فوسفور أبيض، وكل هذا لقصف مخيم نساء وأطفال ومسنين. في الواقع سجلت المحكمة الوطنية الإسبانية ما لا يقل عن 39 قتيلا، لكن الجمعيات الصحراوية تتحدث عن آلاف القتلى. في الحقيقة لن نعرف أبدا، لأن المغرب لا يسمح بالدخول إلى المنطقة، وأيضا لنكن صريحين، الصحراويون لا يبيعون. هكذا هي الأمور، لا أحد يهتم بما يحدث لهم. أعني هناك مئات وكالات الأنباء تغطي ليلا نهارا ما يحدث للفلسطينيين، وأنا متفق تماما على ضرورة توثيق جرائم جيش إسرائيل لأنها موجودة، كما يجب توثيق الروسية والأوكرانية. وفي الواقع لدي فيديوهات رويت فيها ذلك، وكثيرا ما يتهمني بأنني موال لإسرائيل.
بشكل عام أنا كذلك، لكن ذلك لا يعني أنني لا أروي الفظائع عندما تحدث. ومع ذلك هناك أيضا آلاف المؤثرين بهاشتاج Free Palestine وأعلام في كل مكان. أين المؤثرون من أجل الصحراويين؟ حرفيا هم قلة قليلة، ومن الغريب أن أكون أنا الليبرالي الجديد المتطرف المفترس للأطفال كما يسمونني من يخرج للحديث عن الجرائم التي ارتكبت ضد سكان مرتبطين بمجموعة اشتراكية، لأنني لا أعرف إن كنتم تعلمون، لكن جبهة البوليساريو ولدت بتلك الأيديولوجيا رغم أنها نظريا تغيرت الآن. لكن ما أقصده أنه من المفترض أن تكون أكثر قبولا لدى التقدمي العادي من حماس التي تبقى في النهاية مجموعة جهادية، رغم أنه لنكن صادقين هناك آخرون تحدثوا عنهم أيضا. في شمال القارة الأفريقية في قلب صحراء الصحراء يوجد إقليم يعتبر لغزا لكثيرين، لا يعرف إن كان مستعمرة أو إقليما ملحقا أو بلدا ينتظر استقلاله. وهذا ليس حالة معزولة. في عام 2015 حاوم القاضي بابلو روث 11 مسؤولا عسكريا وسياسيا مغربيا رفيعي المستوى بتهمة الإبادة الجماعية. 7 منهم ما زالوا مطلوبين، لم يعتقل أي منهم، وبالكاد ظهر في وسائل الإعلام أن أعضاء من القوات المسلحة المغربية أدينوا، أكرر، بالإبادة الجماعية. لو حدث هذا في إسرائيل لكان على غلاف كل الصحف في العالم لمدة شهر. ولماذا يهم هذا؟ أو بالأحرى لماذا لا يهم؟ لأنه بعد 50 عاما ما زالت الملكية المغربية تستخدم نفس الأسلوب، تعرض حياة مواطنيها للخطر للضغط على بلدان أخرى. أوضح مثال هو ما حدث في عام 2021. في ذلك العام استقبلت إسبانيا في مستشفى في لوغرونيو إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الذي أصيب بكوفيد واحتاج مساعدة عاجلة. النتيجة: في ليلة 17 من مايو انسحبت الدرك المغربية من حدود سبتة، وصفته الشرطة الإسبانية بسلبية غير معتادة. وفي يومين دخل أكثر من 8,000 شخص، 100 منهم قاصرون. التفسير الرسمي من الرباط كان أن عناصرها كانوا متعبين بسبب أعياد نهاية رمضان. كما تسمعون، بعد 3 أيام أكد وزير الخارجية المغربي علنا أن كل ذلك كان بسبب غالي. وتريدون الدليل القاطع؟ في مارس 2022 تنازلت إسبانيا وأيدت الخطة المغربية للصحراء، كاسرة بذلك الموقف التقليدي الإسباني الذي كان الحياد. بعد 3 أشهر في القفزة على سياج ميليليا أحصت المنظمات غير الحكومية بين 23 و37 قتيلا من الجانب المغربي، أي أنه مقابل ذلك أمر المغرب بإطلاق النار على من حاولوا تسلق السياج وهم مواطنوه، أي أنه عندما تزعج إسبانيا الرباط يتعب الدرك، لكن عندما تفعل إسبانيا ما تريده يكونون مستعدين لقتل مواطنيهم حتى لا يعبر أحد الحدود. وهذا الأسبوع بعد 10 أيام من سفر بيدرو سانشيز إلى الجزائر لتطبيع العلاقات مع هذا البلد فتح الصنبور من جديد من تلقاء نفسه. لا، هذا ليس أزمة هجرة، هذا ابتزاز بكل معنى الكلمة من ملكية لا يهمها تعريض حياة مواطنيها واستقرار إسبانيا للخطر. لكن هذا ليس مجرد ابتزاز، هناك شيء أكثر. أنت فقير، لكن انظر إلى الخريطة. أول شيء يريد أن يوضحوه هو أن سلاح الضغط لديهم هو أنه إذا سحبوا حراسهم من الحدود نصف البلد يريد الهروب. حسناً، أفترض أن محمد السادس فخور. هناك المزيد. كما رأينا في فيديو سابق، المغرب ما يمكن اعتباره أوتقراطية كبلتقراطية، أي أن الملك وبلاطه يسيطرون على البلد بأكمله ويستأثرون بالثروة لأنفسهم. في المغرب الجدارة الشخصية لا تساوي شيئا تقريبا. الشيء الوحيد المهم هو الاتصالات مع الملكية. النتيجة: بلد فقير للغاية مع تفاوت وحشي. رغم محاولات النظام بيع فكرة أنهم تحدثوا، الحقيقة أنهم حدثوا بعض المدن فقط، أو بالأحرى بعض الأحياء. لهذا في سبتمبر العام الماضي 2025 رأينا احتجاجات جيل زد في المغرب،
والتي لديكم أيضا فيديو عنها في القناة. ليلة جديدة من الفوضى في عدة مدن مغربية. هنا في سلا شمال البلاد أحرقت سيارتان للشرطة وفرع بنك من قبل المتظاهرين في اليوم الخامس من احتجاج كان من المفترض أن يكون سلميا. فكرة أن الملك محمد السادس والحكومة ينفقان مليارات اليوروهات على كأس العالم بينما تنهار الخدمات العامة والبلد لا يوفر فرصا للشباب لم ترق كثيرا للسكان. وفكروا، بلد ناتجه المحلي الإجمالي بالكاد 194 مليار يورو يريد إنفاق أموال على حدث رياضي أكثر من بلد ناتجه تريليونان وتسعون مليار يورو. إذن ماذا يفعل الملك عندما لا يستطيع أن يبيع لمواطنيه الازدهار؟ يفعل ما يفعلونه دائما، يبيع لهم وطنية رخيصة، وهذه الوطنية الرخيصة لها اسم: المغرب الكبير. لكي تكون لديكم فكرة، المغرب هو كل هذا، ويريدون الاستيلاء على جنوب الجزائر، قطع من مالي التي كانت تعرف سابقا بجمهورية السودان، كل موريتانيا، مدينة سان لويس في السنغال، ومن إسبانيا كانوا يريدون الاستيلاء على سيدي إفني والصحراء، بالإضافة إلى سبتة ومليليا وجزيرة برخيل وفيليز دي لاغوميرا والحسيمة والجزر الجعفرية. بعبارة أخرى، تحويل سكانكم إلى معجبين بلعبة بارادوكس يهتمون بتلوين الخرائط أكثر من العيش جيدا. لكن هل تعرفون ما هو الأسوأ؟ أن لصنع خريطة المغرب الكبير استوحوا من المرابطين. هؤلاء كانوا طائفة دينية إسلامية في القرن 11 غزت في وقتها كل هذه المناطق. وهل تعرفون من أين جاءوا؟ من الصحراء الغربية، وغزوا المغرب بطريقة عنيفة. أي أنه كما لو أخذنا نحن الإسبان خريطة الإمبراطورية النابليونية عندما كانت إسبانيا محتلة من الفرنسيين لنقول إن فرنسا هي إسبانيا، خطة مثالية بلا ثغرات. لهذا هذا ليس مجرد أزمة هجرة أبدا، لأن المكان الذي يحدث فيه هو مدينة يطالب بها المغرب لنفسه. وقد رأيتم ما حدث مع الصحراء. الملكية المغربية لم تهتم بما قالته محكمة العدل الدولية، ولن تهتم باستخدام خريطة صحراويين غزوها في القرن 11 للمطالبة بمدينتين كانتا مرتبطتين بشبه الجزيرة الأيبيرية أي بإسبانيا لفترة أطول بكثير. الحكومة بيدرو سانشيز ما زالت تريد أن تجعلنا نعتقد أن هذا أزمة هجرة، بينما في الواقع كان هجوما، خاصة لأن المهاجرين لم يأتوا قطرة قطرة بل جاءوا دفعة واحدة من يوم لآخر. هذا عمل يمكن أن نسميه حربا هجينة أو عملا مما يسمى هجوم المنطقة الرمادية. ولا يقول لنا إنه لم يكن متوقعا. حتى محارب قديم من المركز الوطني للاستخبارات، وهو مثل المخابرات الإسبانية، حذر منذ سنوات من أن المغرب لديه خطط جاهزة تماما مثل التي رأيناها للتو ضد الأراضي الإسبانية. استفادوا من ضعف موت فرانكو ليأخذوا الصحراء. هم أناس ماهرون. نحن دائما في موقف دفاعي أو نهاجم أنفسنا. نحن في إحدى تلك اللحظات. لقد حصلوا بالفعل على الحقوق على الصحراء التي كانت لدينا. وستقولون: ما هي أكبر مشكلة في هذا الوضع؟ أن إسبانيا في وسط كل هذا بقيت وحيدة تماما. وهذا سمعتموه مني 1000 مرة في القناة. إسبانيا أغضبت الإسرائيليين وأغضبت الولايات المتحدة، ومن الواضح الآن أنهم لا يقدمون لها المساعدة. أي عندما يخرج بيدرو سانشيز قائلا شيئا عن إسرائيل أو عن دونالد ترامب وكل جماعته يصفقون ويقولون: ها 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 ما أروعه، حسنا، هذا نتيجة هذا النوع من الدبلوماسية. في الواقع الولايات المتحدة حاليا تهنئ الملك محمد السادس بأعياد التاج المغربي في اليوم نفسه الذي كانوا يغزون فيه جزءا من إسبانيا. حتى إنفانتينو ذهب إلى الميرلابوتا في المغرب، وأنا أعرف ما سيقوله البعض: حسنا فونسيكا، لكنهم يفعلون ذلك بدبلوماسية، أليس كذلك؟ هذا تصفية حسابات. الآن يفكرون كم هو جميل أن إسبانيا تتلقى الآن من نفس دوائها. في الواقع انظروا إلى البيان الذي نشره ماركو روبيو اليوم نفسه. لمدة ما يقرب من 250 عاما شاركت الولايات المتحدة والمغرب أطول صداقة في تاريخ الولايات المتحدة. إنها شراكة صلبة ودائمة مبنية على قيم مشتركة والتزام مشترك بالسلام والأمن والازدهار.
لكن إسبانيا أغضبت أيضا نصف أوروبا بالتسوية الجماعية للمهاجرين. تذكروا أنه لم يعطى أوراقا ل300 ألف شخص فقط ليتحركوا بحرية داخل إسبانيا، بل إن إسبانيا في الاتحاد الأوروبي وفي فضاء شنغن، وهذا يعني أن كل هؤلاء المهاجرين يمكنهم الآن التحرك في كل الاتحاد الأوروبي. النتيجة: إيطاليا تعلن تعليق اتفاق شنغن مع إسبانيا. هذا الآن تظهر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مهددة بإغلاق الحدود مع إيطاليا، مهما كان ذلك قليل المعنى، لأن السبت ليس لديها تماما نفس حرية الحركة التي لدى بلباو أو مالقا لنفهم. لكن المهم هنا أنه عندما يبدأ حتى حلفاؤك بالنظر إليك بريبة، يعني أن شيئا انكسر حقا. لكن من واشنطن الأمور لا تبدو أفضل بكثير. البيت الأبيض ربط مباشرة أزمة سبتة بما يسمونه السياسات العالمية اليسارية، وأطلق في الواقع تحذيرا نهاية العالم. يقولون إن الأمم التي تفتح يدها بهذه الطريقة تواجه خطر الاختفاء المؤسسي. باختصار، إسبانيا بدأت ترى كمشكلة أمنية لكل الغرب. بالطبع، لحسن الحظ بدأت الأمور تهدأ في سبتة. كثير من المغاربة عادوا إلى بلدهم غاضبين لأننا لم نضعهم بحنان في بيوتنا، والذين يعانون في الخط الأمامي هم الحرس المدني. الحرس المدني جهاز شرطة خاص، شرطة إسبانية عسكرية، وهم الذين يتولون هذه الأمور في الخط الأمامي. عادة يكونون خارج المدن. في النهاية اضطر العسكريون للوصول لمحاولة فرض بعض النظام، بالطبع وسط تصفيق سكان سبتة. من المذهل أن يحدث كل هذا في إسبانيا. ما نعرفه أن إسبانيا أمرت بالنشر العاجل لجيش البر، تحديدا مجموعة الريغولاريس رقم 54، وفوق دوق ألبا من الفيلق، وفوق الفرسان مونتيسا بمركبات مدرعة BMR وبامتاك تجوب شوارع المدينة، أي نفس الانتشار الذي تم في 2021 في عملية المينا الخامسة، عندما اضطروا أيضا لإخراج المدرعات إلى شاطئ تارخال لإيقاف الحشد. وهنا يأتي المزيد من الأسئلة. نرى أن الدكتاتوريات مثل المغرب أفضل استعدادا بكثير من الديمقراطيات لحل مثل هذه المواقف. نرى حراسا مدنيين محدودين بإنقاذ ورعاية الواصلين دون قدرة حقيقية على إيقاف الغزو. تصل قارب إلى الشاطئ. لا أعرف إن كانت لديكم صورة أفضل مني من الحرس المدني، وكما ترون لا يتسع لشخص آخر، لأن الديمقراطيات مجتمعات محترمة جدا لحقوق الإنسان، وهذا جيد جدا. لكن تأتي لحظة يصبح فيها ذلك بالضبط نقطة ضعفك، عندما يلعب شخص بقواعد أخرى. ويجب الإجابة على سؤال آخر: ماذا نفعل كديمقراطيات لنتعلم الدفاع عن أنفسنا أمام من، لنكن واضحين، لا يهمهم إلقاء 100 أو 1000 أو 100 ألف شاب إلى الموت إذا لزم الأمر؟ وانتبهوا، مات بالفعل عشرات المغاربة في هذه الأيام. والسؤال الثاني الذي يجب طرحه هو: كيف سيرد الاتحاد الأوروبي؟ لأن حسنا، لنقبل الأمر، سانشيز كما هي الأمور هو شوكة في حلق الجميع، سواء في معسكره المفترض أو لدى الاشتراكيين الديمقراطيين الدنماركيين أو المحافظين مثل ميلوني. الجميع الآن في أوروبا يسيرون في اتجاه معاكس لما يرسمه بيدرو سانشيز. إسبانيا بقيت وحيدة، لا أحد يتمنى القفز للدفاع عنا في هذا ولا في أي شيء. انظروا مثلا ما غرده رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل بارنيه، الذي أذكركم أنه من المعتدلين. فرنسا لا تستطيع تحمل عواقب سياسات الهجرة لجيرانها. إذا اتخذ عضو دولة قرارات تخلق عامل جذب للهجرة غير النظامية، يجب أن نكون قادرين على حماية حدودنا فورا، خاصة مع إسبانيا.